وش عمرك تخيلتي رسالة غلطة تبدأ الحياة جوج ناس كاملين؟ ياسين كان غير باغي صفة مساج لصاحبه، ولكن وصل لبنت ما كيعرفهاش. ومن هنا بدأت قصة حب غريبة فيها الضحك، التحديات، والدموع بقى معايا حتى الآخر، حيث النهاية ما غاديش تكون متوقعة. القصة الكاملة في واحد الليلة فالدار البيضاء. كان ياسين جالس فبيته كيقلب فالهاتف دياله بعد نهار طويل ديال الخدمة. كان عيان ومقلق وباغي غير يهضر مع صاحبه باش يخرج شوية من الضغط. شد التليفون وصيفت رسالة: خويا وش باقي خارج؟ خصني نهضر مع شي حد. ولكن بالغلط، الرسالة ما وصلتش لصاحبه، وصلت لبنت سميتها سلمى. سلمى كانت طالبة في الجامعة، وديك الليلة حتى هي كانت حاسة بالوحدة. شافت الرسالة وضحكت وقررت تجاوب: على حساب الرسالة باين عليك مخنوق. تفاجأ ياسين ولكن دخل مع الجو وقال: والله ولكن نتي شكون؟ ومن هنا بدأت الحكاية. كل نهار كيهدروا ساعات طويلة، مرة على الدراسة، مرة على الحياة، ومرة غير كيضحكوا على مواقف غبية. ياسين كان أول مرة يحس براحة وهو كيهضر مع شي بنت، وسلمى حتى هي ولات كتسنى المساك دياله كل ليلة. ده زول أسابيع وقرر ياسين يشوفها لأول مرة. تلاقاه فواحد الكافيه صغير قريب للبحر. ياسين كان متوتر بالزاف، وسلمى حتى هي كانت خايفة يطلع مختلف على الهاتف. ولكن ملي تشافوا حسوا بحال إلا كي يعرفوا بعضياتهم من سنين، بداوا كي يخرجوا بالزاف، يمشوا للبحر، ياكلوا جليس، ويتحدوا بعضياتهم. فالألعاب سلمى كانت كتضحك من قلبها معاه، وياسين كان كي يحس براسه إنسان جديد. ولكن ماشي كل قصة حب كتبقى سهلة. نهار من النهارات عارف ياسين باللي الأب ديال سلمى رفض أي علاقة، وكان بغيها تكمل قرايتها بلا حب وبلا مشاكل. سلمى بدأت تبعد شوية بشوية والمساجات نقصوا. ياسين حس بالبرد في الهدرة ديالها، ولكن ما عرفش السبب الحقيقي. حتى جا واحد النهار وسلمى قالت لي: خصنا نبعده شوية. هذه الجملة هبطت عليه بحال الصاعقة. داز أسبوع كامل بلا هدرة. ياسين كان كل ليلة كيشوف المحادثات القديمة وكيضحك مرة ويبكي مرة. ولكن الحاجة اللي ما كانش عارفها هي إن سلمى كانت كتدافع عليه قدام عائلتها كاملة. كانت باغية تثبت ليهم بل الحب ماشي لعب. وبعد شهور سلمى عيطت لي فجأة وقالت: ممكن نشوفك؟ جا ياسين بسرعة للمكان اللي تلاقوا فيه أول مرة. لقاها واقفة وبتبكي. قالت لي: قتلت بالزاف باش ما نفقدكش. ياسين بلا ما يفكر شد يدها وقال: حتى أنا عمري نسيتك. وفي ديك اللحظة رجعات الابتسامة لي ضاعت منهم شهور، ومن بعد مدة ولا الحب ديالهم أقوى من أي وقت فات. وفهموا بلي أي علاقة حقيقية خاصها الصبر والثقة والتضحية. نهاية الفيديو بلس. إلى كنت بلاصة ياسين وش كنت غادي تسامح؟ كتب رأيك في التعليقات ومتنساش دير لايك واشتراك باش توصلك قصص جديدة كل يوم.